السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا مع بعض النهاردة نعمل حاجة قمر تحفة ما شاء الله وقريبة. بس قريبة ايه بقى؟ باللوتس والفستق والنوتيلا. وكمان عملنا الغريبة العادية بتاعتنا ما شاء الله. طعمها جميل جدا. لأول مرة اعملها وتقريبا ما شفتش حد عملها بالنكهات قبل كده، بس جربتها وطلعت قمر. جربيها معايا ومش هتندمي. ولو عجبك الفيديو ما تنسينيش بلايك وشير وسبسكرايب للقناة ودعوة حلوة بالخير. وممكن كمان تعتمدي الوصفة وتعمليها في رمضان ان شاء الله قبل العيد. هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. وهنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم نجهز المقادير بتاعتنا. طبعا كلنا عارفين ان مقادير الغريبة ثابتة. انا هنا هعمل نص كيلو دقيق. هاخد بالظبط 300 جرام سمنة بلدي او السمنة اللي انت بتحبيها وتكون ساقعة، و250 جرام سكر. طبعا هبدأ الاول ان انا امزجهم مع بعض بالسباتولا عشان السكر ما يتطيرش. وبعدين هستخدم المضرب. الغريبة من الحاجات السهلة جدا بس ناس كتير بتبوظ معايا. اهم حاجة يا جماعة في الغريبة ان السمنة تكون ساقعة، لازم تكون مش متجمدة بس باردة خارجة من التلاجة. هقلبها كويس مع السكر وبعد كده هضربها بالمضرب لحد ما تديني قوام كريمي كده ولونها يفتح وتمتزج كلها. ومعلش سامحوني زاوية التصوير ما كانتش مظبوطة وانا ما اخدتش بالي. هنضرب فيها كده لمدة 5 دقايق بالمضرب، او تقدري تستخدمي المضرب اليدوي عادي. طبعا السكر لازم بيكون ناعم جدا، وياريت يفضل السكر تكوني طحناه في البيت، لان السكر الناعم الجاهز اللي بنجيبه في اكياس بيبقى عليه نسبة عالية من النشا. انا بطحن السكر في البيت وبعدين بنخله بمنخل ناعم عشان اطلع الحاجات الخشنة. زي ما احنا شايفين تضاعفت الكمية ولونها بقى ابيض وكريمي خالص كأنها كريم شانتيه. زي ما احنا شايفين ما خدتش بالمضرب الكهرباء 3 دقايق بالظبط وادتني القوام ده. بعد كده هبدأ انزل 500 جرام دقيق. هنزلهم شوية شوية مش على طول. لحد دلوقتي هي الغريبة اللي كل الناس بتعملها، كل امهاتنا متعودة عليها ومفيش اي اختلاف. هنبدأ ننزل الدقيق حبة بحبة ونقلبه. عملية خلط الدقيق بالسمنة والسكر، اول ما بتبدأي تحطي الدقيق كله بتحسي ان القوام ناشف جدا وانها مفرفتة معاكي وانها ناشفة. لا، استمري في الضرب وما تزوديش سمنة ولا حاجة. مجرد ما تستمري في الضرب، انا استمريت بالظبط 12 دقيقة بضرب فيها لحد ما نعمت وبقيت قوامها اللي احنا متعودين عليه، الناعم الدايب. هنا بقى هبدأ اقسم الخليط بتاعي زي ما قلت لكم 12 دقيقة بالظبط. بقيت العجينة ناعمة جدا وقمر فعلا. هقسم العجينة بتاعتي حسب النكهات اللي انا هعملها. انا كان عندي زبدة فستق وزبدة بندق، وكان عندي زبدة لوتس. خدت معلقة من كل نوع وقسمت المقدار بتاعي على 4 أجزاء. جزء خليته سادة العادي بتاعنا، وكل جزء دعكته بالمعلقة الزبدة اللي انا قلت عليها بالنكهة اللي انتي عندك. لو ما عندكيش عادي استخدمي، اعملي اللي انتي عايزاه، ليكي مطلق الحرية في النكهات. الحقيقة هي فكرة جديدة بس فعلا طلعت جميلة جدا. ولادي حبوها واصحاب ولادي حبوها وجربتها عليهم، وكانت لأول مرة اشوف حد عاملها، وان شاء الله مش هبطل اعملها. طلعت تحفة. هاخد كل كمية واحط عليها معلقة زبدة زي ما قلت، دي زبدة نوتيلا بالبندق، وادعكيها كويس لحد ما يمتزج جدا. هتحسي ان العجينة بتاعتك ساحت. ما تخافيش ما تقلقيش، حطيها في التلاجة لمدة 10 دقايق قبل ما تشكليها هترجع زي ما هي. ما تنسيش ان دي فيها زبدة برضو، فيها مادة دهنية، وبالعكس دي طلعت ناعمة جدا وقمر. اهم حاجة في الغريبة التسوية يا جماعة. حتى لو الخليط بتاعك العجينة بتاعتك ناعمة،
التسوية بتحكم العجين، بتنشفها او بتطريها. دي بقى معلقة فستق، زبدة فستق، دعكتها برضو بنفس الطريقة ودخلتها التلاجة لمدة 10 دقايق ترتاح، وبعدين هستخدمها. ودي معلقة زبدة لوتس زي ما احنا شايفين. معلش سامحوني التصوير ما كانش مظبوط شوية، بس ان شاء الله بعد كده هاخد بالي. تقدري بعد كده بقى تشكليها بالطريقة العادية اللي احنا بنشكلها طول عمرنا مع امهاتنا وجداتنا. تقدري تستخدمي المكسرات لو موجود، تقدري تعمليها سادة زي ما انا عملت. انا الحقيقة اكتفيت بالنكهات دي وما حطيتش مكسرات لان ما كانش موجود عندي مكسرات. لو انت عندك استخدميها. دي العجينة العادية هنستخدمها بالطريقة العادية. تقدري تستخدمي كيس حلواني او كيس التزيين دوت. دي الغريبة اللي احنا متعودين عليها، بنكورها بالمقاسات تقريبا كلها قد بعض وبنحطها. تقدري بقى تضغطي عليها بلوزاية، بندقية، اي حاجة. انا ما كانش عندي زي ما قلت، ضغطت عليها بصبعي زي ما احنا شايفين وكملت الكمية كلها. ممكن تحطي لولاية، شوكولاتاية، اي حاجة انت بتحبيها اولاد المتوفر عندك. ممكن ما تحطيش حاجة خالص. طول عمرنا بناكلها سادة وكانت طعمها قمر. تقدري بقى تستخدمي كيس الحلواني او كيس التزيين عادي، برضو هيساعدك وهيسهل عليكي حاجات كتير. انا استخدمته عشان اميز بس التشكيل. بس حاولي وانتي بتسوي يكون الكمية او حجم الغريبة كله متساوي قريب من بعض، عشان مفيش حاجة تستوي قبل حاجة. زي ما احنا شايفين بدأت بنكهة اللوتس. زي ما احنا شايفين عملتها بالشكل ده، طلعت سهلة جدا وسهلت عليا الموضوع جدا وكانت متميزة. هي هتبان بعد ما تستوي زي ما احنا شايفين. تقدري تنزلي البوزة بايدك وتقدري تحطي مكسرات، لولاية، اي حاجة. انا فضلت ان انا اكتفي بالنكهات بتاعتي اللي انا حطيتها. ده الفرن والعة، درجة حرارة 170. هخلص باقي الكمية بتاعتي كلها بكل النكهات. هعملها بالطريقة اللي تعجبني بكيس حلواني او كيس تزيين، وادخلها على فرن لمدة 12 دقيقة بالظبط. هتطلع لي بالشكل القمر دوت. وخلي بالك الفرن ما تعلاش عن 150 درجة مئوية لمدة 12 دقيقة. ولازم كل صاج تحطي فيه واحدة بيضة عشان تعرفي التسوية بتاعتها. وطلعت ما شاء الله. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش بلايك وشير وسبسكرايب للقناة ودعوة حلوة بخير. معكم فاطمة من أطيب وصفات مطبخ رودي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.